السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. هنتكلم عن عملة شهيرة جدا موجودة في محافظنا كعملة تذكارية. العملة دي تم طباعتها بموجب القانون رقم 50 لسنة 1940، لأن في خطأ شائع. معظم الناس لما بتيجي تبعت وتسأل عن الشلن الورق بتقول إن هو تم إصداره سنة 1940. لا، هو تم إصداره للقانون 50 سنة 1940، لأن كان الشلينات في الوقت ده كلها يا إما فضة يا إما نحاس أحمر. فتم طباعة أول نسخة من الشلن الورق اللي في إيدي ده لقانون 50 سنة 1940، وتوالت الطباعات على مدار السنين ما قبل الثورة وما بعد الثورة. توالت الطباعات مع اختلاف محافظين البنك المركزي اللي طبعا بيتغيروا مع الوقت، لأن دوام الحال من المحال. الشلن الورق وصل ل60,000 جنيه، بس مش الشلن اللي في ايدي ولا اللي في جيبك. ليه شروط معينة، وهو شرط واحد مهم جدا: لازم يبقى مكتوب بدل جمهورية مصر العربية يبقى مكتوب الدولة المصرية، اللي هو تم طباعته في أيام الملك فاروق. ده مطلوب جدا وشحيح، لأن زي ما أنا قلت الورق بيتهالك بسرعة. دور في عمولاتك عن الشلن الورق اللي مكتوب عليه من فوق بدل جمهورية مصر العربية الدولة المصرية، هتكسب من 40 ل 60,000 جنيه. دور في جيوبك، في دراجك، سال والدك ووالدتك. وتابعنا على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور للفيديو، وعلى اليوتيوب باسم قناتنا محمد حكيم بورسعيد، وتابع معانا كل جديد. واشكركم واشوفكم على خير، واسعد الله صباحكم جميعا. السلام عليكم.